من هنا فإن عاقبة هؤلاء المراجع تبينها لنا هذه الرواية الشريفة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، هذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة. الحديث طويل، في الصفحة 55 بعد 400. إنه الحديث 39 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن ظهور إمام زماننا، فيقول: ويسير إلى الكوفة. إمامنا يسير إلى الكوفة قادما من الحجاز، قادما من مكة والمدينة، ويسير إلى الكوفة فيخرج منها من الكوفة 16,000 من البترية. هؤلاء هم البترية الذين بتروا دين محمد وآل محمد، وبتروا الطريق على الشيعة، قطعوا الطريق على الشيعة، بتروهم عن إمام زمانهم، بتروهم عن دين العترة الطاهرة، وأوصلوهم بدين الطوسي اللعين. ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية، شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم، قرحوها آثار السجود في جباههم، هم قرحوها. فهذه الآثار ما هي بآثار حقيقية. هؤلاء الذين يأخذون ثمرة الباذنجان ثم يضعونها على النار وهي ساخنة، يقومون بكي جبهاتهم، هم يقرحون جباههم بأيديهم. هناك العديد من الطرق، إما أن يأخذوا ثمرة الباذنجان أو أن يسلقوا البطاطا وهي حارة فيرفعونها، إما يضعونها في كيس أو بنحو مباشر على الجبهة. وبعضهم حينما ينام يشد التربة الكربلائية على جبهته. أولاد حرام، أولاد حرام، شياطين. هؤلاء هم معممو النجف وكربلاء، أولاد حرام، أولاد حرام، شياطين، شياطين. يكون جباههم بمؤخرة ثمرة الباذنجان أو بالبطاطا الساخنة. قد قرحوا جباههم، قرحوها، هم قرحوا جباههم. وشمروا ثيابهم، شمروا ثيابهم، هذا التعبير كنائي عن أنهم في غاية الاستعداد لقتال إمام زماننا. يقال للرجل إذا أراد أن يكون جادا في إقدامه على عمل مهم أنه يشمر ثيابه، أنه يجمع ثيابه عن يديه، أنه يجمع ثيابه عن رجليه، حتى لا تكون الثياب عائقا يعوقه عن أداء العمل عن أحسن وجه. تعبير كنائي أنهم في غاية الاستعداد لحرب إمام زماننا. قد قرحوا جباههم أولاد الحرام، وشمروا ثيابهم، وعمهم النفاق. منافقون، سرسرية هتلية، والله نعرفهم سرسرية هتلية، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. وعمهم النفاق، وكلهم يقولون: يا ابن فاطمة، يا ابن فاطمة، ارجع، لا حاجة لنا فيك. فيضع السيف فيهم
على ظهر النجف، لأنهم قد خرجوا إليه من النجف. هؤلاء أولاد الزواني، أولاد الحرام، خرجوا إليه من النجف، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله. هذا القربان لأجل أن يتخلص الشيعة من هؤلاء الشياطين، من هؤلاء المأبونين، من هؤلاء أبناء الزواني والعواهر، من هؤلاء أبناء الحرام. هؤلاء هم مراجع الشيعة زمن الظهور. من أين يأتون؟ من المنهج الذي عليه حوزة الطوسي، إنه منهج الضلال الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. هذه عاقبة الدجال الشيعي. ستكون نهاية الدجالين على يد إمام زماننا. لماذا الروايات تقول من أن الدجال اليهودي ستكون نهايته على يد عيسى المسيح؟ لماذا؟ لأن عيسى المسيح هو الذي سيفقأ العين العوراء للحضارة المسيحية، وعامة المسيحيين سيلتفون حوله، والحكومات المسيحية لن تستطيع مواجهته. هذه أنظمتها أنظمة ديمقراطية، فإذا ما ظهر المسيح والتف عامة المسيحيين حوله، ماذا تستطيع الحكومات أن تفعل؟ القضاء على العور في الحضارة المسيحية سيكون بيد المسيح. من هنا تقول الروايات من أن الذي يقتل الأعور الدجال عيسى المسيح، والذي سيكون جنديا من جنود صاحب الأمر. أما الدجال الشيعي نهايته بسيف إمام زماننا، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله، لا لعنة الله عليهم. الدجال الصحابي أيضا نهايته بسيف إمام زماننا، لكن الدجال الشيعي هو الأخطر وهو الألعن. إنه ألعن من شمر، وألعن من حرملة، وألعن من عمر بن سعد، وألعن من عبيد الله بن زياد. إنه ألعن من كل هؤلاء. هؤلاء هم جيش يزيد، ألا لعنة الله عليهم جميعا.